بعد فترة طويلة من الزعل كنت محتاج صوت جديد في حياتي. صوت مش بيحاسبني، صوت يسمعني وبس. هي كانت هناك في الكافيه اللي بشتغل فيه. كانت بتيجي كل يومين، تقعد في نفس المكان، تطلب قهوة سادة وتقرأ رواية. في مرة سألتها: هو أنت بتخلصي الرواية دي ولا بتحبي الإعادة؟ ضحكت وقالت: بحب الإعادة، يمكن عشان بحب أفهم التفاصيل اللي فاتتني أول مرة. وأنا كنت حاسس إن ربنا رجع لي الأمل في ضحكتها. اسمها ليلى، بنت عادية بس كانت مختلفة. كلامها بسيط، تصرفاتها هادية، بس كل مرة تمشي كنت بحس إن في حاجة بتتسحب مني. بدأنا نتكلم، الأول عن الكتب، بعدين عن الحياة. كانت بتقول لي: ما تخافش من بكرة يا آدم، اللي مكتوب لك هتشوفه مهما لفيت. الكلمة دي كانت بتطمني وبتوجعني كمان. عدت الأيام وبقينا أصحاب، وبعدين بقينا أكتر من كده. كنت بروح البيت وشاف بالي، صوتها في وداني. قلت لنفسي: يمكن دي البداية اللي كنت مستنيها. أمي لاحظت التغيير، قالت لي: مالك يا آدم، وشك منور. ضحكت وقلت لها: يمكن الدنيا بدأت تفتكرني يا أمي. بس الحب مش دايما أمان، في لحظة بيبدأ فيها الشك من غير سبب واضح. مكالمة متأخرة، رد متردد، نظرة مختلفة كده مش عارف أفسرها. في يوم شفت موبايلها بيرن، اسم غريب ظهر. سألتها: مين ده؟ قالت لي: صاحب قديم بس ملوش لازمة دلوقتي. ضحكت وسكت، بس قلبي ساعتها اتكرب. عدى يوم واتنين وابتدت تغير مواعيدها، تقول لي: عندي شغل، مشغولة، تعبانة. وأنا كنت مصدق، غصب عني مصدق، عشان مش عايز أرجع لنفس الوجع تاني. لحد الليلة دي اللي كانت السما فيها سودة زي قلبي. كنت راجع من الشغل متأخر، شفتها في الشارع الجانبي. إيدي اتجمدت، هي كانت معاه، نفس اللي قالت لي إنه مجرد صاحب قديم. ما عملتش حاجة، ولا سرحت ولا واجهتها، بس جوايا اتكسرت للمرة التانية. رجعت البيت، قفلت النور وبصيت في المراية، معرفتش نفسي. كتبت في النوتة: محدش بيخون مرة واحدة، بيبدأ لما ينسى قيمتك شوية بشوية. وقلت لنفسي: خلاص، مش هسمح لحد يوجعني تاني. مالك يا ابني؟ مفيش يا أمي، الدنيا علمتني الدرس التاني. ليلى اختفت من حياتي زي ما ظهرت فجأة، وسابت لي جرح مش بيوجع لما افتكره، بيوجع لما بنسى إني كنت قادر أسامح. في اللحظة دي قررت أغير كل حاجة. مش هدور على حب ولا أصحاب ولا حتى راحة، أنا هدور على نفسي في أي حتة في الدنيا. ومن هنا بدأت أفكر في السفر، مش هروب، لأ، دي كانت أول خطوة في الانتقام من كل اللي خلاني أوصل للنقطة دي. الانتقام اللي اسمه النجاح. وانتظر باقي الحكاية مع وجوه الأيام. استنى تكملة الحكاية في الحلقة القادمة.